بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى راح نبدأ محاكاة مع منصة منظرة للصفوف 1-4 ومحاكاة لدخول طالب لي مباشرة للصفحة الخاصة به. أولا إدخال الرقم المدني، ثم إدخال اسم كلمة المرور الخاصة بالطالب. يبدأ النظام بالفتح واستعراض التفاصيل. نرى في الأعلى طبعا اسم الطالب نجده ظاهر، ثم جميع المواد التي يقوم بدراستها الطالب. ناخذ مثلا على سبيل المثال مادة التربية الإسلامية أو ديني حياتي. طبعا نجد على اليمين محاكاة للمنهج العماني مرمز من الوزارة وفيه كل المحتويات. كذلك عندي في المنتصف ساحة الدردشة مع زملائه أيضا ومع معلمته. وهنا على الطرف الآخر المحتويات المخصصة. طبعا كل ما كان هناك محتوى حديث يظهر تلقائيا. وأيضا في أسفل الصفحة يجد جميع الواجبات والتدريبات الخاصة به والمناط عليه ويجب عليه حلها. طبعا هذه الصفحة هي عبارة عن لوحة التحكم الخاصة بالطالب، واللي من خلالها يرى جميع التفاصيل في مكان واحد. نبدأ طبعا في المحتويات التعليمية أيضا إذا أراد. طبعا هنا راح يجد جميع المحتويات التعليمية المخصصة له، وكذلك الواجبات المخصصة له، ومدى تقدم الطالب في الواجبات، ومدى تسليمه من مهام للواجبات الدراسية. أيضا هناك جدول للطالب يستطيع من خلاله متابعة وهل هناك حصص متزامنة أم هناك جدول افتراضي يضعه المعلم، وكذلك الزملاء المستهدفين من ذلك خلال هذا الوقت. ندخل أيضا في مادة نتأكد من المحتوى المرسل، ونفتح. الطالب يقوم بالفتح المحتوى ويتم استعراض المحتوى الخاص بالمادة الذي تم إدراجه. Hello grade 3, how are you today? Today we're going to start a new unit. Today we're going to learn something new. Look here, what are these? Are they هنا أيضا animals? يقوم الطالب هنا أيضا يقوم الطالب Are they clothes? بالاستعراض ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمادة العلمية. معرفة جميع التفاصيل المادة العلمية وهل هناك واجبات أم تقييم. كذلك الطالب يستطيع أن يقيم المادة العلمية وإرسال التعليقات للمعلم والاستفسارات الخاصة بالمعلم، أم هل هناك واجبات أيضا مفروضة للمعلم من خلال ساحة المشاركة أو من خلال الدردشات التي تمت. أيضا الطالب يستطيع من خلال العمل أن يرى زملائه الآخرين داخل الشعبة الدراسية اللي هو موجود فيها من خلال استعراض الشعبة الدراسية. هنا راح يجد جميع زملائه الموجودين عنده في الشعبة الدراسية، جميعهم اللي موجودين معه، ويستطيع أنه يعمل محاكاة معهم من خلال التفاعل وغيره من هذه المواد الدراسية أو عمليات التفاعل مع زملائه. هنا أيضا نجد على اليمين هل هناك محتوى تعليمي أو هل هناك تدريب موضوع للطالب المعلمة تريد استهدافه. نرى أيضا في المنتصف الدردشات الكاملة بينه وبين زملائه.